سلام البنات، كيف دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم ان شاء الله جيت نحضر معكم واحد الكيكه ديال الحامض اللي كتجي زوينه بزاف. عندي 4 ديال البيضات، عندي حامضه اللي عصرتها وزدت عليها الماء، وعندي كاس ديال السكر سنيده، عندي ياغورت بنكهه الفانيلا، كاس لاروب ديال الزيت، عندي 3 ديال الخمارات، وعندي 2 كيسان ونص ديال الدقيق. خديت واحد البول وضعت فيه 4 البيضات، زدت عليه شويه ديال الملحه وسكر سنيده. كنديروا البنات الملحه باش كنعدلوا الذوق. غادي نزيدو الزيت وغادي نخلطو مزيان مزيان. هاد الكيكه البنات راه كيجي زوين بزاف، كيجي هشيش وكيجي خفيف بزاف حيت فيه الحامض. الحامض معروف كيعطي الكيك ديالنا واحد الهشاشه وواحد الخفه زوينه. زدت كاس ديال الحامض وغادي نزيد دانون بنكهه الفانيلا. دانون البنات ديال الفانيلا مع الحامض كيعطيو واحد النكهه زوينه للكيك. صافي غادي نضرب مزيان مزيان هاد المكونات مع بعضها، وغادي نزيد الدقيق، غادي نغربلو، وغادي نضيف 3 ديال الخمارات من وزن 8 غرام. صافي وغادي نخلط الكيك ديالي مزيان. شفتوا معايا البنات القوام ديال الكيك ديالنا كيفاش كيجي على هذا الشكل هذا. وغادي نزيد ليه شويه ديال الخل، تقريبا معلقه صغيره. الخل البنات حتى هو كيزيد يعطي الكيك ديالنا واحد الحشاشه. هنايا كنت دهلت المول بالزبده ورشيته بالدقيق ودخلته للفران على 180 درجه لمده 45 دقيقه. وها هو من بعد ما خرجته من الفرن كيجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نحضر معكم واحد الكريمه اللي كتعطي الكيك ديالنا واحد المذاق زوين بزاف. بما ان الكريمه ديالت هذه الكيكه ديال الحامض، غادي نصاوبوا كريمه ديال الحامض. عندي كاس ديال الحليب، ربع كاس ديال الحامض، 3 المعالق ديال النشا، و3 المعالق كبار ديال السكر سنيده. حتى النشا البنات 3 المعالق كبار. ناخذوا واحد الكاسرونه غادي نوضعوا فيها الحليب والحامض، وغادي نزيدوا عليهم النشا والسكر سنيده، وغادي نمزجوهم مزيان مزيان، وغادي نوضعوهم فوق النار حتى نحصلوا على القوام اللي بغينا. شفتوا البنات حتى قادت ليا الكريمه بحال هذا الشكل هذا. صافي غادي نطفي عليها النار، وغادي نزين الوجه ديال الكيك بها. غير جربوا البنات هاد الكيك هذا وبهاد الكريمه، راه كيجي الكيك فيه واحد المذاق اللي زوين بزاف، كتجي منعشه. صافي غادي ندور عليها كامل البنات دهنه بالكريمه. وبما اننا عندي الكيك ديال الحامض، هنايا البنات انايا كنزينها بقشور الحامض اللي حكيت وبالطريفات ديال الحامض، كتجي على هذا الشكل هذا. وغادي نوضع عليها وريقات ديال النعناع حتى هما كيعطيوها واحد الشكل اللي زوين. كنأكد عليكم البنات جربوا لي هاد الكيكه، راها كتجي خطيره في المذاق، حتى في الشكل ديالها كتجي زوينه بزاف. شوفوا لي كيفاش كتجي
كتجي زوينة بزاف بزاف، وحتى المذاق ديالها كيجي خطير. كنتمنىكم تجربوها. يلاه بسلامة عليكم، ما تنساونيش من لي لايك ومن لي كومونتير الزوينة ديالكم.